الزمالك اتغلب في الماتش ده، فكنت متعاطف شويه مع نادي الزمالك لانه كان لسه يعني محتاج حد يدعمه. تفتكر الموسم يا كابتن كانت موسم كام؟ كان موسم 2018 2019 2019. كان اول يعني الزمالك كان محتاج حد يتعاطف معاه يدعمه، فبالتالي الاسماعيلي كان فايق الاسماعيلي يعني وحقق الفوز ساعتها، فبالتالي تعاطفت شويه مع نادي الزمالك، كان محتاج دعم، كان محتاج يعني حد يسنده، فبالتالي المدير جه قال لي يا كابتن خالد انت كنت زملكاوي شويه، قلت له لا انت تسال انا كان بيطالب حضرتك بالحياديه بغض بس أنا مش النظر عن ظروف الفريق. انا مش زملكاوي، انا بقول له انا حسب رتم الماتش، ما ينفعش نادي زي الزمالك او زي النادي الاهلي او زي نادي الاسماعيلي توقعه، لازم تدعمه، وهو ده اللي ينقص المعلق المصري. اخد من اجابه حضرتك ان دور المعلق الرياضي مش وصف المباراه فقط، ولكن ممكن يكون له دور اكبر من ان هو يوصف مباراه تفصيليه للمشاهد. أيوة يعني مثلا يذيب المشاحنات ما بين الجماهير، يقلل من التعصب الرياضي، يقدم بعض الروشتات في الرياضه وهو بيعلق، لان انا بشوف الصوره بس بسمع المعلق، فانا شايف ان المعلق الرياضي هو دور مش وصف مباراه فقط وله ادوار ثانيه. طبعا ليه ادوار ثانيه، هو كمهنيه انا بهتم بوصف المباراه، ولكن اذا الناديين اللي قدامي ناديين كبار، في واحد يعني ظروفه ما تسمحش مثلا بانتداب لاعبين، عنده ظروف ماديه، عنده ظروف غيابات اصابات، لازم المعلق هنا مش بس يصف المباراه وما يدور قبل المباراه من اصابات، من غيابات، من حتى يبين للمشاهد ان ده الفريق ده بيعاني من ظروف، والفريق ده مثلا ظروفه افضل، وبالتالي اذا ده حقق الفوز لازم ما ننساش تاريخ الفريق. لكن اللي حاصل دلوقتي تلاقي معظم الزملاء المعلقين يعني اللي بوجه لهم تحيه وكلهم يعني في مستوى طيب، ولكن انا كنت اتمنى ان يكون في حياد. انا كنت بقول لك لما كنت في كابتن حضرتك بتقول كنت بتمنى يبقى في حياد، هو في معلقين رياضيين حاليا في الدوري المصري بيبان انتمام للفريق وما بيعلقوا. هو ده اللي ناجح، هو ده اللي ماشي، هو ده اللي ماشي حاليا. انا اعلق انتمي لفلان لنادي كذا سواء اهلي او زمالك، هو ده بتاخد شعبيه او تاخد جماهيريه تدعمك في ايه؟ لا ما هو هنا في مصر يعني ممكن تبقى مش محايد، انا معاك، لكن في كمان كلمات او افيهات ما تسمحش ان هي تقولها على الهواء. كابتن خالد، انتماء المعلق لفريق اولا بيخرج بره المهنيه خالص، ده اولا طبعا. ثانيا وده الاهم، ان انا وانا قاعد متفرج وبشجع فريق وهو بيميل لفريق تاني، ده ممكن يؤدي للتعصب الرياضي وده احنا بنتكلم فيه. أيوة. بعد كده لمشاكل ما بين الجماهير. يعني دور المعلق الرياضي مفترض ما دام طلع على الشاشه يركن انتمائه على جنب، وخلاص انا بعلق بوصف الوصف التفصيلي للمباراه، وممكن اقول بعض المصطلحات الرياضيه اللي هتفيد المشاهد. لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده طبعا خطير جدا، لان المعلق الرياضي احنا بنقول احنا بنشوف الماتش وبنسمع المعلق، معنى كده ان انا ممكن اكون بشجع لون ولا المعلق